السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الكلام دائما بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. طبعا اليوم بنتكلم عن واحد سوداني، يعني الشخص اللي هوريه لكم حاليا بالفيديو ده يعني شخص سبحان الله لا جاي يسيء في السودان، مش يسيء في مصر بس، لا بيسيء في السودان. الشخص ده بيتكلم بيقول ان اثيوبيا اخت بلادي ومصر فيها ومش فيها. اقول لكم اسمعوا الفيديو عشان خاطر بس الناس السودانيين تشوف يعني الفرق بين المصري والاثيوبي والسوداني اللي عايز يعمل يخلق فتنة بدون اعذار. لسه الفيديو نازل ما كملش ساعة او ساعتين يعني على السوشيال ميديا. اتفضل شوف بيقول ايه الشخص. السلام عليكم. الفيديو ده للاثيوبيين هذا الفيديو وللسودانيين اللي قاعدين يشاكلوا في وسائل التواصل الاجتماعي. هاي مصر بتضحك عليكم. مصر دايره نحن والاثيوبيين نتحارب. مصر بتضحك عليكم. المستفيدين فيها في السودان وفي اثيوبيا وهم المستفيدين. ما تبقوا اغبياء وقاعدين تتحاربوا في التوك توك. والله ضربنا الاثيوبيين ضربونا. اثيوبيا اخت بلادي. شايفين الكلام اللي يخلي حتى التعاطف ما فيه. والمخابرات المصرية كلكم عارفين الحاصل يا سودانيين. انتوا كلكم عارفين الحاصل انه المخابرات المصرية ورا كل المشاكل دي، وجيشنا نحن اللي بيقتل فينا. والان انا بتكلم في مجزرة في مدرمان 4 شهداء. جيشنا اللي بيقتل فينا هو عميل للمخابرات المصرية عميل للمخابرات المصرية. ما تشاكلوا، ما تكنبوا تتهاتروا في التوك توك عشان خاطر المخابرات المصرية. ما حنتحارب، عمرنا ما نسمح بحرب بين السودان واثيوبيا عشان خاطر مصر، عشان مصر تستفيد من مويتنا، عشان مصر تسرق خيراتنا. الناس دول كلنا بينظرونا كعبيد. يقول لك العبيد السودانيين الاثيوبيين. شفتوا الاعلام المصري الفترة اللي فاتت؟ العبيد الحبش والعبيد السودانيين. لو داير تعرف انه الاثيوبيين بيحترموا السودانيين، امشي عيش في اديس ابابا. عشت فيها 2 سنين، بتعيش بكرامتك، ما في زول بيقول لك يا عبد. لكن امشي عيش في مصر، شفنا السودانيين كيف بيضربوا فيهم في الشارع. والحكومه المصريه احيانا الشرطه بتضرب فيهم والشعب بيتحالف عليهم. عشان كده نحن ما بنحارب اخواننا الاثيوبيين. اصله ما بنحاربوا مهما حصل، ومهما حاولت المخابرات المصرية وعملاء الجيش السوداني في زجنا في حرب. طيب هقول لكم حاجة بس نوقف الفيديو شو هفرجكم على الباقي. طيب المخابرات المصرية ايه دخلها بموضوع اللي بيتكلم عليه ده؟ وهو اساسا يعني يعرف المخابرات المصرية من فين بتعمل ايه؟ هو انت يعني هو شغال في المخابرات المصرية عشان يعرف الكلام ده؟ يعني الكلام بتاعه يعني اكيد اتشهر وكذا تعليقات سلبية وتعليقات ايجابية، وعلى حسب اللي موافق على كلامه او مش موافق على كلامه. ده شيء ما يعنيناش في شيء. بس بيقول اثيوبيا اخت بلادي. لما انت بتقول اثيوبيا اخت بلادك، طيب لسه النهارده اثيوبيا قافله الحدود بينها وبين السودان. لما هي اثيوبيا اخت بلادك، طيب ليه قفلت الحدود بينكم؟ يعني لما انت واحد زيك شيء ملوش لازمه بيتكلم يقول الكلام اللي احنا شايفينه او سامعينه من حضرة الشخص اللي شبه مش عارف شبه الانسان بشبه ملوش لازمة. لكن الشخص ده دايما هو اللي بيثير الفتنة بين الناس. ده اللي بيثير الفتنة بين الناس وبيثير الفتنة في بين الشعوب وبعضها. طبعا احنا مش هنتكلم، احنا هنقول ان السودان ومصر دايما احنا عارفين السودان ومصر من زمان، مش لسه دلوقتي هنعرفها من الشخص ده ان هي واحد. دايما السودان واحد ومصر واحد مع بعضهم، مش دلوقتي، من قبل الشخص ده ما يتولد ولا حتى يعرف نفسه ايه. لكن برن لي شنباته وعامل لي نفسه انه ودوة، يعني صراحة مقطع السمكة وديلها، وفاهم في السياسة وفاهم في المخابرات المصرية بتعمل ايه، وفاهم في امور الدول. يعني يا اخي احنا بنقول ان السودان ربنا يصلح حالها ويصلح حالنا برضو معاهم، وربنا ما يشورينا مكروه في اي بلاد عربية، سواء السودان سواء في اي دولة عربية، ويصلح حال الجميع ويحقن دماءنا ودماء كل مسلم.
في اي دولة اذا اي كانت مسلمة. لكن ده بيتكلم بطريقة انه هو راجل فاهم، يعني فاهم في السياسة ورئيس سياسي ومخابرات مصرية، ودخل في حاجات هو اصلا اكبر منه ومني ومن اي حد. مخابرات مصرية عايزة مش عارف، احنا بيقول السودان ما تخشش مع مصر في حرب مع اثيوبيا. يا اخي احنا ما طلبناش منك كده ولا عمرنا هنطلب كده. ان احنا مصر الحمد لله قادرة تعمل اي حاجة بنفسها بدون ما تلجأ لاي دولة تاني. ليه؟ ان احنا مصر معروفين الجيش بتاعنا الحمد لله الحمد لله والشكر قادر يعمل اي حاجة لا يتوقعها اي بشر. بس احنا مش دولة عدائية ولا دولة بتحب العدائيات، ولا دولة بتحب ان احنا نروح نستولى على مكان، او دولة بنروح نحب نفتن دولة على دولة. لا مش بتاعنا الحمد لله من زمان مش من دلوقتي. لكن انت عايز تقول اثيوبيا يا اختي بالله، طب قفلت ليه عليكم الحدود؟ منعت اي سوداني يخش اثيوبي. الخبر ده لسه طازه، يعني الخبر ده لسه يعني ما تزعج او ما تعرفش كتير. لكن ان انت تقول اثيوبيا يا اختي، مبروك عليك اثيوبيا. انت خاصه انت واحد زيك اللي زيك انت اصلا يعني ما يمثلش السودان ولا يمثل اي حدا في السودان، يمثل نفسه بس، وشايل لي علم السودان ومفكر نفسه انه راجل يعني ثورجي يعني، وراجل خلاص سعد زغلول في زمان ولا ايه. عيب على الشنبات اللي انت عاملها دي. كملوا يا عم الفيديو وشوفوا الاخر اهو. مصر ما تدمروا بلدانكم الاصلا هي ممزقه عشان خاطر المخابرات المصريه. المصريين دارين يحاربوا اثيوبيا، نحن مع اثيوبيا، علي الايمان نحارب معاها، لكن المصريين ما رجال عشان يحاربوا اثيوبيا. دارين الشعب السوداني او الجيش السوداني يحارب نيابه عنهم الشقيق اثيوبيا، يحارب نيابه عنهم الشقيق اثيوبيا. لكن نحن ما بنحارب اخوتنا الاثيوبيين. اثيوبيا فوق والسودان فوق. سنخر المصريين. غارتنا اثيوبيا في صد النهضه وغارتهم في الفضول، وسنخرهم نحن غدا ان شاء الله. اثيوبيا والسودان اخوان، نحن اخوان، نحن اخوه حتى قيام الساعه. التحيه لكم وتسقط المخابرات المصريه ويسقط عملاء في السودان العسكر القتله. نحن اخوان، سنظل اخوان. الف تحيه للشعب السوداني العظيم وللشعب الاثيوبي ولقدام ابقوا الصمود. طيب روح الله يسعدنا ويسهل لك الامور. طبعا سمعتوا الحديث اللي دار، اكيد مش محتاج تفسير ولا محتاج كلام كتير. الراجل ده بيقول لك احنا مصر عايزه تخلي السودان تحارب اثيوبيا. ده ازاي يعني؟ ازاي ومنين جاله الكلام ده ومنين جاله التفاعلات اللي فاهمها دي؟ وتسقط المخابرات المصريه ويسقط الجيش الخون. يعني هو الجيش على كده خاين عندكم؟ الله الجيش خاين. يعني ده يعتبر من تبع القوى اللي عامله انقلاب حاليا، تبع قوات الدعم السريع، ده تبع حمدتي يعني. ده راجل مش راجل، ده يسمى انه جاسوس. يعني ده بيصير فتنه جامده في كلامه وفي افعاله، انه راجل يعني جاي يعمل نفسه ان انا راجل يعني فاهم وعارف ايه اللي بيدور في البلد. والله لا يعرف اي شيء، تمام؟ والله لا يعرف اي شيء. الناس الاخوه السودان المحترمين يعني لما حبوا يطلعوا من البلد راحوا اقرب حاجه واحسن حاجه ليهم، اللي عارفين ومتاكدين 100% ان هي هتصونهم، هي مصر. يا اخي مصر تفتح لك حدود عادي، ان احنا مع بعضنا دولة واحدة، بتكون دولة واحدة زمان، واحنا لحد الان احنا بنحترم ونقدر الراجل السوداني، الراجل السوداني المظبوط، مش من عينة الشخص اللي انتم شفتوه ده، ولا من في عينات منه كتير، بس ده لسه طالع فيديو يعني لسه اول امس بيقول لك الحقونا من فترة، يعني من اول امس الحقونا يا مصر والحقونا. دلوقتي طلع فيديو اثيوبيا يا اخت بلادي واحنا مش هنحارب السودان، مش هتحارب عشان خاطر مصر. طب ايه دخل حاليا اثيوبيا في الموضوع؟ انت في مشكله في السودان، ايه دخل اثيوبيا في الموضوع ولا ايه دخل مصر في الموضوع؟ يا حبيبي اللي حاصل ده بينكم وبين بعضكم وان شاء الله يتحل. لكن ان انت تخش وتعمل الفتن وتعمل الازعرينه وسط الشعوب، واحد يعلق لك والتاني يعلق، ده مصري يعلق سوداني يعلق، تلقى المشكله زادت على التواصل الاجتماعي ويبقى الموضوع بيزيد عن حده. ادي احنا الاشاعات اللي بنقول ناس تبطلها، وزي ما السودان هي اخوات للمصريين، المصريين اخوات للسودان. واهلا بكم وسهلا فيكم في بلدكم الثاني مصر. السلام عليكم.